بس الاتوبيس مش كله حديد وصاج، في جزء كبير منه بلاستيك بالذات من جوه. MCV بقى عندهم مصنع كامل لانتاج البلاستيك ده اللي هيتركب جوه الهيكل المعدني. احنا هنا بنجيب الشيت بنحطه على المكنه ونبدا نشغل السخانات اللي فوق دي وفي سخانات تحت. حلو. درجه حرارتها بتوصل ل 220 عشان توصل كده هو الشيت بيبقى طري قوي تعرف بيبقى طري تشكله. قوي ينفع نشكله. بعدها المولد بتطلع وبيحصل فاكيوم بيسحب الشيت. حلو. بيوصل للشكل النهائي اللي هتشوفه دلوقتي. طب هو بيبقى بدرجه حراره كام عشان يتشكل كده؟ الشيت السخانات 220، الشيت نفسه بيوصل ل 100. بيوصل ل 100. اوكي. ايوه. ودلوقتي خلاص الشيت وصل لدرجه حراره. هيبدا المولد يطلع ويحصل فاكيوم يسحب الشيت لتحت. حلو قوي. يعني تقريبا من اول ما بيبقى الشيت كده لحد ما بياخد الشكل ويطلع دقيقتين ونص. المكنه دي احنا اشتريناها. دي اشتريناها، بس المكنه اللي الناحيه الثانيه احنا صنعناها في بالظبط. MCV. المكنه دي في منها واحده اكبر واحدث، متصنعه في مصر في مصنع MCV. احنا كان عندنا احتياج ان احنا نعمل اجزاء اكبر وفي وقت اقل وبباور اقل، فاحنا صنعنا المكنه اللي حضرتك شايفها لا قدامك معلش دي. ثانيه واحده عشان دي حاجه مش تتقال كده، دي حاجه مهمه. هو المكنه دي احنا اللي مصنعينها. احنا عندنا قسم صيانه قوي مصنع اكتر من مكنه، دي يعتبر اكبرهم. المكنه دي بتشتغل على شيت 3 متر في 1.5 اكبر من اللي حضرتك شفتها. الناحيه الثانيه دي بتشتغل على 2 متر في متر. عدد السخانات هنا 500 سخان، بقدر اتحكم في كل سخان عشان اوفر طاقه. حلو. لا برافو بصراحه انا فخور بيها جدا يعني. تمام. وشكلها حلو والوانها حلوه كمان. طبعا. يلا. بعد ما المكن قطع، الروبوت بيشيل الزيادات وبيخلص شكل التصميم. بعد مرحله التفكير على المكنه اللي احنا شفناها بتيجي الاجزاء على الروبوت عشان نبدا نقطع. احنا ليه بنشتغل على روبوت؟ لان احنا في MCV عشان نقدر ننافس في الاسواق العالميه بيتطلب مننا معايير جوده معينه ما اقدرش انزل عنها. حلو. يعني انت لما كنت زمان بتقطع يدوي كان كل قطعه كان بتطلع بيحصل تجاوزات شكل غير التاني، في فروقات. طبعا كان لكن الروبوت بيخليك تطلع كل القطع زي بعض كله بالظبط. زي بعض بالظبط 100%. طيب وهل هو بيبقى برنامج بتدخله على الروبوت بتدخله الرسم وهو بيطلعها احنا لك؟ عندنا اداره مخصصه للتكنولوجيا هي اللي بتكريت البرامج، بيدخل الرسم الهندسي على الروبوت وهو بيبدا ينفذه اكوردنج للرسم الهندسي بتاعنا. طيب سؤال كمان علشان الناس تبقى فاهمه، القطعه دي بالظبط بتبقى انهي قطعه في الاتوبيس؟ قطع الABS عامة بتبقى في الصالون الداخلي، بتبقى في منطقة السواق، الهيدر الأعلى السواق، حلو. جناب الأتوبيس. يعني الجزء اللي هو بيبقى قدام السواق كل وفوقه الABSات اللي حوالين هي دي السواق والفوق. القطعه اللي احنا بنعملها تمام. هنا.